السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير بإذن الله. معلومتين كده على السريع يا جماعة، وسبب أو اللي قاله الإعلامي محمد الليثي بخصوص في حال تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم هيتم فسخ تعاقد اللاعب علي معلول. طبعا يا جماعة الكلام ده لا أساس له من الصحة، ولكن أنا عندي سؤال هنا. إعلاميين شغالين بتجيب معلومات وكلام من وحي الخيال، بتصدر مشهد، بتشغل السوشيال ميديا على الفاضي. بس اللي نفسي اعرفه، بتجيب معلومه زي دي منين؟ يعني مين اللي قال لك وضحك عليك ان النادي الاهلي ممكن يفسخ التعاقد مع علي معلول؟ حاجه غريبه بصراحه يا جماعه، اعلام بصراحه ناس كتير ما تستحقش لا تظهر ولا ينفع تتكلم اصلا من الاساس. طبعا يا جماعه مفيش الكلام ده خالص. علي معلول مفيش اي حاجه هتحصل من الكلام ده، مفيش فسخ تعاقد من قبل النادي الاهلي للاعب علي معلول. ده راجل ابن النادي، راجل بقاله سنين معانا، داخل في 8 سنين النهارده. مستحيل النادي الاهلي يعمل الكلام ده. وكل ما قاله الاعلامي محمد الليثي، وقال بعد منه عمرو الدرديري برضه في منشور، وكذا حد، يعني كل الكلام ده كذب، والناس دي بتالف وجايبه كلام من وحي الخيال. طيب الحاجه الاهم يا جماعه وهي اللي تزعل، لو فعلا الخبر ده طلع صحيح، حتى الان لم يتم التعاقد من قبل النادي الاهلي مع مهاجم، ولا في كلام مع مهاجم. مفيش كلام حاليا مع مهاجم. مارسيل كولر الملف دلوقتي في ايديه، ما حركش النادي الاهلي في مهاجم، ما طلبش مهاجم. طيب المعلومه اللي عندي بتقول ان ممكن النادي الاهلي ما يجيبش مهاجم لو مارسيل كولر ما طلبش، ويتأيد علي معلول ويشارك. طبعا احنا مش هنهاجم كجمهور ولا هنقول اي حاجه دلوقتي، ولكن لو الكلام ده فعلا حصل، الكلام ده لو حصل فعلا، ما اعتقدش ان الجمهور هيسمح باي خساره لبطوله، اي خساره لمباريات، اي حاجه حد هيرحم فيها. في حاله اصابه وسام ابو علي او كهربا هيبقى في كلام كتير، وما اعتقدش ان حد هيتحمل جمهور النادي الاهلي. ولكن احنا مش هنستعجل ونحكم دلوقتي، جايز الامور تتغير، ولكن اقسم بالله باكد لك حتى الان مفيش اي تعاقد مع مهاجم، مفيش كلام في الوقت الحالي اللي احنا فيه مع مهاجم. مارسيل كولر موقف الكلام وما بطلبش مهاجم من النادي الاهلي حاليا في الوقت الحالي اللي احنا فيه. تحياتي ليكم يا جماعه، حبيت اطلع مع حضراتكم في الخبرين دول. ما تنسوش اللايك والشير عشان المعلومه توصل لغيرك ودعمكم لينا. السلام عليكم.